لمحات من كيميت مع إسلام مكرم. نفرهرو. هنتكلم النهاردة عن واحد من أهم الآثار في الدنيا كلها. المصريين القدماء وضعوا مومياء الملك توت عنخ آمون في 3 توابيت، كل واحد منهم جوه الآخر. أكبر واحد فيهم من الخشب المذهب، والمتوسط من الخشب المذهب برضه. الأصغر بقى وهو الأهم والأجمل من الذهب الخالص، 111 كيلو جرام ذهب خالص. طبعا التابوت ده عمل إبداعي مدهش، لأنه بيجمع بين التقنية المتقدمة جدا جدا لاستخراج الذهب وصياغته وتشكيله بهذه الحرفية، وبين الإبداع الفني والجمالي اللي ملوش مثيل. التابوت مغطى بالكامل من الداخل ومن الخارج بزخارف مرصعة بالأحجار النصف كريمة والزجاج الملون. طيب إيه هي الزخارف الموجودة على التابوت؟ ده اللي هنشوفه مع بعض. الملك يرتدي تاج النمس، وعلى جبهته الإلهة وادجت اللي هي الكبرى، والإلهة نخبت اللي هي أنثى طائر العقاب. دول بيمثلوا إيه؟ الإلهتان الحاميتان لمصر العليا ومصر السفلى. هنشوف الدقن جنائزية اللي هي متنية من الطرف. أذرع الملك في الوضع الأزيري، وماسك في إيديه الصولجانات الملكية، النخخ والحقاء. الإلهات الحاميات بينشروا أجنحتهم على جسم التابوت لحمايته. مفيش في الدنيا كلها أثر بهذا الجمال أو هذا الثراء أو هذه الحرفية أو هذه القيمة التاريخية. التابوت ده خضع للترميم في المتحف المصري الكبير، وهو موجود هناك حاليا. التابوت ده عمره 3500 سنة. اضغط متابعة للصفحة ولايك وشير. كيميت، أصل كل شيء.